بجد بستغرب من الناس 90% من افكارها وتصرفاتها والفرص اللي بتجيلها وان هم يستمتعوا بحياتهم بشكل احسن من هم فيه، مش بيعملوا كده لمجرد ان هم خايفين، لمجرد ان هم دايما بيفكروا الناس اللي حواليا هيقولوا ايه، الناس اللي حواليا هياخدوا عني فكرة عاملة ازاي. بس لو ادركوا حاجة واحدة بس، ان الناس اللي حوالينا دي كلها ملوش دعوة، هم في حياتهم وانت في حياتك، في حياتك دي لوحدك وانت المسؤول عنها، وانت المسؤول تشوف انت ايه الحاجة اللي هتنجحك، ايه الحاجة اللي هتخليك تتقدم خطوة قدام، وايه الحاجة اللي هتخليك تفضل مكانك. فانت المسؤول بس عن حياتك. ففي ناس بتضيع من حياتها كلها تقريبا ان هي بس بتقعد تفكر وتحلل اي فكرة واي حاجة، مش بتاخد اكشن لقدام. وده بقى اللي بيخليك مش تتقدم خطوة لقدام، لمجرد ان انت قاعد بتفكر في الحاجات تعملها وما بتعملهاش بعد كده. يعني انا افكر في الفكرة ده كويس، وان انا ادرس الحوار ده كويس، اخد اكشن مفيش اكشن، طبيعي تفضل مكانك. فبجد احنا لو فكرنا كم من حياتنا بتضيع واحنا ما بناخدش حاجة لقدام نعملها، هنلاقي ان تقريبا نص عمرنا او عمرنا عشان بس بنشوف بس الناس اللي حوالينا هيقولوا علينا ايه، وهل ده الناس اللي حوالينا هيوافقوا عليه او مش هيوافقوا عليه. رغم دي حياتك انت، وانت الوحيد بس المسؤول تغيرها للاحسن، وتغيرها لغايه ما توصل للحاجه اللي انت راضي عنها، مش ان انت ترضي الناس بس.